محمد صالح المنجد، كان يعمل مع حزب الإخوان. مع وجوده في السعودية يقتضي أن لا يظهر منهج الإخوان، المنهج القطبي، ولذلك عرف حاله من خلال الدعم الذي يدعمه لدعاة السرورية. فلما عرف أمره وافتضح أمره تم القبض عليه كما هو معلوم. أيوة، سبب القبض على الشيخ محمد بن صالح المنجد غير معروف حتى الآن. أنت تزعم أنه قبض عليه بسبب أنه كان يمول أناس من السرورية. هذه المعلومة إما أن تكون موثقة عندك على نطاق عام، أو يكون لك علاقات مع المخابرات السعودية وأخبروك بهذا الخبر الذي لم يعلنوه لأحد. فإما أن تبين لنا عن هذه العلاقات التي عندك مع المخابرات، ولماذا توجد هذه العلاقات معك أنت وأنت كويتي أساسا؟ لماذا عندك هذه العلاقات مع المخابرات ويسربون لك معلومات تتعلق بالمساجين الذين سجنوا في السعودية؟ أو أنك مجرد أنك أطلقت كذبا دون أن تفكر ودون أن تتقي الله سبحانه وتعالى.